بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا فيكم. فيديو اليوم راح اتكلم عن اللي هي البهارات الرز الخليجي. دائما لما تاكل اي اكله خليجيه اللي هي ارزاز، اللي عندك الكبسه، المندي، الكابلي، ايش دائما البهارات اللي هي مكرره. كثير سالوني ايش هي البهارات هذه. من ضمنها اهم حاجه انا نص ملعقه. على فكره بقول لكم حاجه، انا كل طبخه يا ريت تدخلوا على صندوق الوصف تلاقوا المقادير بالضبط، المكونات ايش هي، عشان لا انسى. عاده يعني صندوق الوصف بتلاقوا كل حاجه. لما نيجي نتكلم عن بهارات الرز الخليجي ايش هي كبهارات صحيح، هحتاج اول حاجه اللي هو ورق الغار، او ورق زي ما بيقولوا اخواننا المغاربه، ورق سيدنا موسى طبعا. وهحتاج طبعا 5 حبات قرنفل اللي هي المسمار. هحتاج ما بين 7-8 حبات هيل صحيحة. وهحتاج كمان الشيبة اللي هي زي كذا تيجي، هذه حلوة في الشرب مع الأرزاز. كمان هتحطي دائما ملعقتين كبيرة، إذا مثلا خلينا نقول 3 كاسات رز أو 4 كاسات رز. اما اذا عندك كاستين رز فحتحطي ملعقه واحده كفايه عشان لا تمرر. اوكي، بس مره لذيذه. دائما حطوها في سلق الدجاج، اللحم، الشوربه، بجد مره طعمه. وايش هحتاج كمان 3 عود اللي هي قرفه. هذه هي انا احتاج 3 عواد دائما في سلق الدجاج، اللحمه والارزاز. هذه بهارات الرز بالضبط. ونص ملعقه انا دحين انا حاطه هنا نص ملعقه اللي هي ملعقه الشاي الصغيره. اللي هي البهارات ايش هي حتكون مثلا الكركم، الكزبره، الهيل المطحون، الثوم المطحون، الزنجبيل المطحون، كمون، فلفل اسود، الملح انت بتحطيه حسب الرغبه، وملح الليمون. وبعض الاحيان حنحط طبعا الكركم. ايش كمان الكركم قلت لكم ملح الليمون. ايوه، ابى اشوف ايش في تاني ما قلته. ايوه، والبهارات الصحيحه عندنا اللي هو اللومي، اللي هو الليمون الناشف. اذا ما عندك لومي حطي عصره ليمونه من الليمون الصغير اللي هو اللومي الصغير. هذا طبعا ينشف يصير لونه زي كذا اسود. ايش كمان هنحتاج؟ هذه هي بهارات. طبعا حتحطي مثلا لو كان عندك كركم مثلا في البخاري، في الكابلي، طبعا حتحطي الكركم. اما لما يكون عندك مندي ما حتحطي انتي، عشان اللون الرز لازم يكون ابيض. في طبعا لما يكون زي ما قلت لكم السليق حنحتاج بس مستكه وهيل. انتي يعني مع الايام مع الخبره بالتجارب في اكلات نحط لها البهارات اللي هي العامه، في اشياء لا، لو حطيت الطعم ده حيخرب. ولا ننسى كمان مكعبين ماجي. وهذه هي بهارات بصفه عامه اللي هي الرز الخليجي. واتمنى فيديو اليوم يكون اعجبكم، ولا تنسوني من اللايك والسبسكرايب، ومع السلامه.